من اول شهر تحب تجيب صغير، باش تخيلها عاطفه الامومه تناديها. لا يا اختي، هي تحب تحفظ في الراجل بالصغير، هي حافظه درسها من امها وخالتها وعمتها، من جارتها، من بنت جيرانها اللي عندها خبره، من اللي تعرفها تلقى تقبلها. تقول لها انت راكي تحبل تجيب صغير عفست فيه، يبقى وهي عفست فيه دمرته، نحي له شهريته بالنفقه بالغرامه، ويلزم هي تكون اللي عندها ضرر معنوي ومادي. والله بالله سؤال، بالله الحق انا جاهله في القانون، لست اهل القانون، ما يسالش اي رئيسه اي قاضي على راسي تجاوبني، ما يسالش حتى على الواقع التونسي. علاش الضرر المادي والمعنوي المتمثل في الغرامه يجي كان للمراه؟ قولوا لي علاش؟ يا اخي الراجل كي يعرس ويطلق ما عندوش ضرر مادي ومعنوي؟ علاش الراجل ديما هو المتضرر؟ تقولوا المراه فقدت حاجه سنه الله في خلقه. ما خاطر ثم وحده قالت له ما نسامحكش في اللي خذيته 6 اشهر، والله شيء مهازل، والله مهازل، وليت نسمع في اشياء مقرفه يتدنى لها الجبين. علاش الضرر؟ معنى وين الضرر؟ انت خذيتني وانا خذيتك، لا انا متضرر لا انت متضرره، اذا كان باش نحسبوها هكا. شي معناها نعوضك على شنيا؟ انت كنتوا معايا في الشارع في الحرام؟ نعوضك على شنو؟ على شراكه، على حب، على عشره، دامت ياسر دامت شويه، هو انتهى خلاص، سواء انت الغالطه ولا انا الغالطه المكتوب فيه. على شنو نغربك؟ على شنو معناها؟ ولا تقول لي النفقه موجوده في الاسلام ونفهمك، تقول لي اولادي نهتم بهم ونربيهم وبالسيف من عليا نفهمك، اما غرامه